سيبي المكرونة والبانيه في حالهم شوية، وبنفس المكونات هتعملي احلى فراخ ومكرونة بالوايت صوص. مش هتبطلي تعمليها، مختلفة ولذيذة، وكمان من غير كريمة لباني. يعني كل المكونات عندك في البيت. هنجيب صدرين كاملين ونقطع وشهم مكعبات. خلي بالك ما تنزليش بالسكينة للآخر عشان الصدور ما تتقطعش منك. تقدري تعمليها أرق من كده بس ما تبقاش رقيقة قوي. هنجيب فصين توم كبار ونهرسهم، وبصلاية متوسطة ونقطعها مكعبات. في طاسة تكون غويطة شوية نحط شوية زيت مع مكعب زبدة. أول ما الزبدة تسيح ننزل بالصدور. مجرد ما تاخد لون نقلبها، تاخد لون من الجنبين نشيلها ونطلعها برا، وفي نفس المكان هنحط الثوم والبصل اللي احنا قطعناه. ونجهز كوباية شوربة. لو مفيش شوربة يبقى كوباية مية سخنة متدوب فيها مكعب مرقة، نص ليمونة معصورة، وشوية بقدونس بيديها طعم جميل. كوباية لبن متدوب فيها معلقة دقيق، هننزلها على الخليط ونقلبها. ملح وفلفل، لو عندك جوز الطيبة بيديها طعم جميل جدا، انا ما كانش عندي. اول ما الصوص يبدأ يتقل هننزل فيه الصدور تاني عشان تستوي بقى في الصوص، ونغطيها بالصوص كده عشان تشرب منه. نقفل عليهم 5 دقايق ونسيبها، وبعد ال5 دقايق نطلعها. طبعا هيتبقى عندنا الصوص، مش هنسيبه، هنكون سالقين مكرونة ومجهزينها عشان ننزلها في الصوص ده. هنحط المكرونة ونقلبها ونهدي النار عليها 5 دقايق. كده خلاص بقت جاهزة. قدميها بالشكل اللي يعجبك. رشة بقدونس تديها شكل جميل، بجد جميلة، جوسي وطرية، والفراخ مستوية خالص. ما تنسيش لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، محتاجة لدعمكم.